السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة للحلقة اللي فاتت، كان في تركاية كده أنا ما قلتهاش وطبعا واجب إن أنا لازم أقولها. دلوقتي أنت لما تكون فاتح الإيميل وبتكون هتبعت رسالة بالشكل ده، يعني أنت هتبعت إيميل من عبد الرحمن مثلا هتبعته لبهلول مثلا، أنت بقى ممكن وأنت بتبعت الرسالة تخلي الرسالة يعني تصنف الرسالة أثناء ما أنت بتبعتها. إحنا المرة اللي فاتت عرفنا إزاي تصنف الرسائل اللي جاية لك. طب فرضا أنت بتبعت رسالة للعميل، فأنت عايز تصنف الرسالة دي زي ما اتفقنا، عايز تخليها في الكاتيجوري خاص بيها، تمام؟ فبناء عليه انت بتبدا ان انت تصنف الرساله زي ما احنا شايفين كده، تكتب الرساله زي ما انت يعني زي ما اتفقنا في الحلقات اللي فاتت. والتركايه بقى موجوده هنا، انت ممكن تقدر تدوس كده، هتلاقي في كلمه كاتيجوريز، هتدوس عليها كده، هتختار بقى انت عايز تصنف الرساله مثلا كاستمر، عايز تصنفها اكسترنال ورك، زي ما انت عايز. هنخليها مثلا كاستمر زي ما انت شايف نزلت بالتصنيف اللي احنا اتفقنا عليه في الحلقه اللي فاتت، تمام؟ وطبعا باللون اللي انت مختاره، وهتروح دايس كلوز كده. انت صنفت الرساله اثناء ما انت بتبعتها. طب عايز تخليها تروح في الفولو اب، هتروح رايح هنا وهتقول انا هتابع على الرساله دي مثلا، سي انت بتطلب من الشخص ده حاجه يبعتها لك، فبدل ما الرساله تروح ادراج الريح مع الرسائل اللي موجوده في السنت في وسط الرسائل، لا انت بتخليها فولو اب بحيث ان انت تخليها تومورو مثلا. وهنشوف دلوقتي انا بعت مثلا رساله، انا هكتب مثلا ريبورت مثلا فيب، وهنكتب مثلا هنا دير مثلا اوكي ثانكس، وطبعا هتحط سيجنتشر زي ما احنا اتفقنا على كل التفاصيل دي. بص انت دلوقتي لو بصيت هنا هتعمل كده تومورو، طبعا زي ما احنا شايفين هتلاقي هنا بيقول لك ان الرساله دي هيتعمل لها فلاج تومورو. طبعا احنا النهارده 14، هيقول لك ان انت هتتابع عليها غدا، وطبعا انت عملت لها فلاج. طيب تعالى انت رحت دايس سند، بعت رساله. انت دلوقتي لو بصينا في السيرش فولدرز، انت طبعا صنفتها كاستمر، هتخش على كاستمر هتلاقي الرساله نزلت من ضمن الرسائل اللي انت عامل لها كاستمر، يعني هي اوريدي موجوده هنا في السنت ومعمول لها تصنيف، بالاضافه لان انت عملت لها فلاج، بحيث ان انت لما تيجي تاني يوم ما تجهدش مخك ان انت تخش على السنت ايتمز او تفضل تفتكر انا بعت لمين امبارح، انا بطلب منه لا انت اوريدي هتلاقيها موجوده هنا في الفلاجز. طيب دبل كليك مثلا، تفضل ان انت جيت تاني يوم وهو ما بعتلكش، تقدر ان انت مثلا تبعت له ريمايندر مثلا وتروح دايس سند، والايميل هيفضل موجود هنا، يعني انت هتفضل تتابع على الايميل زي ما احنا شايفين. طيب في تركايه برضو كمان حابب ان انا اوضحها، ان انت لما بتيجي تعمل ريبلاي اول او ريبلاي يعني عموما على الرسائل، بيظهر لك هنا هتلاقي في كلمه كده بتظهر مهم جدا لازم تاخد بالك منها، لان انا عن نفسي انا حصلت معايا، لو ما خدتش بالك من الحته دي انا اسف بتبان زي العبيط. يعني انت في صف ايميلات عمال ايميلات رايحه جايه، انت بترد على ايميل رقم 2 وهو اصلا في 15 رد جه بعديه. من الابديتس اللي حصلت على الاوتلوك ان هو بيقول لك خلي بالك يا عبد الرحمن او خلي بالك يا احمد، انت مش بترد على اخر ايميل. وكمان ده هيفيدك في ان انت ممكن تكون بتطلب من حد حاجه وهو فعلا بعتها لك، وبعدين انت داخل تطلبها منه تاني او داخل تقول له انت ليه ما بعتهاش. فالرساله دي مهمه جدا لما تظهر تدوس عليها، اوعى تتجاهلها، تمام؟ فهنروح دايسين كده، هيقول لك اوبن لاست مسج، هتروح دايس اوكي. هنا فتح لي اخر رساله، هروح دايس على ريبلاي اول كده، انا برد على اخر رساله جات لي. فالنقطه دي مهمه جدا. في حاجه اضافيه كمان، ان انت ممكن من بره هنا تغير اسم الرساله. يعني يعني مثلا انت راجل بتفتكر مثلا متابعه، تحب ان انت تتابع بالعربي فتكتب متابعه على التقرير مثلا، ايا يكن زي ما انت عايز، تمام؟ وتدوس اوكي. هي طبعا لا غيرت السبجكت ولا غيرت اي حاجه، دي حاجه ليك من بره بحيث ان انت عينك تيجي على الفولو ابس. انت بتكتب من بره، يعني انت لو دوست كده بس دوسه واحده، بص هنا بيسمح لك ان انت ممكن تعمل رينيم للايميل من بره، بحيث ان انت لما تيجي تتابع عليه تقدر ان انت تتابع عليه، ومش لازم ان انت كل مره تدوس دبل كليك عشان تشوف محتوى الايميل. تكتب اي حاجه زي ما انت عايز. يعني انا عملت فلاج للايميل ده مثلا، ممكن اكتب عليه من بره كده مثلا في مثلا تقرير. اول ما يبعت لك التقرير انت بقى بتشيله من على الفلاجز. هنروح دايسين كده، خلاص انت شلت الايميل من على الفلاجز.